إلى أرض الملعب ومحاولة الاحتكاك بالأمن اللي التزم بسياسة ضبط النفس والحكمة والتعامل على خروج اللقاء والمشجعين والجماهير وهؤلاء الصبية إلى بر الأمان. وزي ما تعهدنا في شاشة مودرن سبورت ان احنا ننقل لحضراتكم الحقيقة كاملة والصورة تملي بألف كلمة. لاعبي النادي المصري ومسؤولي الاستاد ورجال الداخلية حاولوا انهم يمنعوا التدافع ويمنعوا الاحتكاك اللي اراد انه يصنعوه هؤلاء الصبية، وفي محاولة منهم لافساد اللقاء اللي استمتعنا به في النصف الاول في اداء لاعبي الفريقين المصري والنادي الاهلي. ولكن الرائع والايجابي طبعا مش اللقطة دي، ولكن الهتاف اللي ردده الجمهور البورسعيدي اللي مالئ جنبات الملعب لهؤلاء الصبية وقال مش هننزل، في إشارة منهم إلى عدم رغبتهم في النزول إلى اللقطات اللي قدام حضراتكم ديت. طبعا هي اللقطات في ال15 دقيقة اللي ما بين شوطي هذا اللقاء، ونجاح كبير الصراحة لرجال الأمن ولاعبي النادي المصري ومسؤولي الاستاد ومسؤولي التنظيم عن هذا اللقاء اللي رفضوا الاحتكاك مع هؤلاء الصبية والشباب المنفلتين واللي مش عارف عايزين ايه. المصري مقدم شوط اكثر من رائع، صحيح متأخر بهدف ولكن لازال موجود وحاضر. ايضا عربيات الاسعاف شفناها بتخرج ببعض المصابين اللي من رجال الداخلية ومن الصبية اللي اندفعوا بدون مبرر وبدون سابق انذار علشان الإثارة بتتواصل حتى ما بين شوطي اللقاء. ولكن خليني أأكد لحضراتكم الحاجات اللي حضراتكم ما شفتهاش ولكن سمعتها من خلال الكراود، ان الجماهير بشكل عام جمهور المصري البورسعيدي الواعي اللي موجود في مدرجات الدرجة الثانية يمين والثانية شمال والمقصورة رددوا وهتفوا بصوت واحد مش هننزل بعد ما اندفعوا الصبية إلى أرض الملعب في محاولة لإفساد اللقاء والاحتكاك برجال الداخلية اللي التزموا وعملوا كردون على البساط الأخضر وحاولوا إنهم يحاصروا هؤلاء الصبية عند مدرجات الدرجة الثالثة شمال اللي موجود فيها جماهير الالتراس المصراوي. لازلنا وهنستمر في مناشدة الجميع بالالتزام، وما ننساش يا جماعة ان احنا كلنا في بوتقة واحدة وسلة واحدة، والنهاردة لقاء مرتقب ويوم كروي استثنائي ببنائنا بالاهلي والمصري او المصري والاهلي ببورسعيد. وهنختتم في المساء والسهرة الزمالك والإسماعيلي، وما أجمل هذه اللقاءات وما أكثرها روعة ورغبة في مشاهدتها في التحامات وتصادم القوة القوية في لعبة كرة القدم الأندية العريقة. ادي عربيات الإسعاف اللي كانت بشغالة وبتحاول إنها تسعف المصابين اللي وقعوا طبعا من هنا وهناك من الاندفاع اللي غير مبرر من وجهة نظري من هؤلاء الصبية. المباراة ماشية زي الفل، ما شفناش إلا دقيقة وحيدة. اللقطات اللي قدام حضراتكم ديت لقطات بيحاول عندنا أسرة الإخراج إنهم يطلعوا حضراتكم على كل الأحداث اللي ممكن ما تكونوش شفتوها عبر شاشتكم المفضلة بإذن الله شاشة مودرن سبورت، لكن بنحاول إن احنا نخليكم معانا لحظة بلحظة في كل الأحداث اللي ربما حدثت أثناء الفاصل الإعلاني. لكن نقلنا لحضراتكم الصورة كاملة في كل الأحداث اللي حصلت، تدافع الصبية ومحاولة الاحتكاك بالأمن والتزام رجال الأمن بسياسة ضبط النفس والهدوء ومعرفة كيفية التحكم والسيطرة في هؤلاء الصبية اللي عندهم حماس واندفاع ولكن غير منضبط، غير ملتزم، غير واعي، بيقدم صورة لا تليق بسمعة مصر والمصريين، على عكس الصورة الحلوة
اللي قدمها جمهور بورسعيد بهتافه لهؤلاء الصبية: مش هننزل مش هننزل. ادي دور كريم ذكري، واحد من ابناء النادي المصري اللي كان بيحاول ان هو يسيطر على هؤلاء الصبية. كلها لقطات، طبعا اللقطات اللي قدام حضراتكم ديت مش لايف، ديت ريبلاي او اعادة للاحداث اللي حدثت في فترة الاستراحة.